شكرا لك زميل عبد العزيز بضيافتنا هذه المره نجم النادي الاهلي كامل موسى، يعطيكم العافيه. الاهلي من المباراتين او الثلاث مباريات الاخيره بدا يقدم مستويات مميزه، ايش اللي اختلف عليكم عن السابق؟ يعني الفرق اللي امامكم تحفزكم انه تقدمون مستويات رغم انه الطموح يمكن بالنسبه للنادي الاهلي في مسابقه الدوري قل كثيرا او انه ابتعد كثيرا عن هذه البطوله. والله هو شيء، بسم الله الرحمن الرحيم. أكيد إنه طموح نادي الأهلي ما هو في المركز السابع بكل أمانة، لكن من بداية الدوري يعني حصلتنا ظروف، يعني يمكن الكل يعرف، يعني ظروف يعني كانت قوية على النادي، والحمد لله يعني قدرنا نتعدى الأزمة اللي كانت علينا. الحمد لله يعني الفريق مستواه بدأ يتصاعد بغض النظر عن الأندية كلها، والأهلي من ضمنها من الأندية الكبيرة اللي يسعى إنه يكون له بصمة في الدوري. أعتقد أنه أكيد الدوري يمكن بعيد عننا، لكن بنحاول أن يعني نحاول نقرب من الترتيب لبداية الترتيب، ونحاول أننا يعني كلاعبين نرضي جمهورنا ونرضي إدارتنا. يعني الصراحة كنا مقصرين معهم، يعني كانت في ظروف الصراحة كانت ما بتخلي الفريق يعني بيظهر بالمظهر اللائق، لكن الحمد لله يعني الفريق بدأ يتحسن، واكيد التعادل اليوم مو طموحنا، ان شاء الله احنا نطمح للفوز بمباراتنا القادمه، وحتى يعني نحسن ترتيبنا في الدوري. كما تفضلت كامل انه انتم تحاولوا تعوضوا ما فات، بالنسبه لكم كلاعبين هذا يسبب عليكم ضغط؟ اليوم شفنا نرفزه منك على الخط مع اللاين. والله يمكن اللي يعرف كامل موسى ما لعب عشان احنا نعرف كامل موسى بنسال السؤال، لكن يمكن رجل الخط انا يعني كلمته من قبل الفاول اللي يحصل، يعني والهمسن يعني احيانا يمثل، فحذرته وحسب علي الفاول. اكيد الكرت انا استحقه الصراحه، يمكن انا فعلته، هي كانت ثانيه يعني، لكن يمكن اللي استفزني اني يعني كلمت الحكم واخذ فاول يعني مجاني بصراحه، لكن هي ذي الكوره وضحك على الحكم، وصدقني انا يعني اتوترت في اللحظه هذيك، وكان المفروض يعني ما اتوتر فيها. وقت بقى معنا ناخذ سؤال من زميلنا عبد العزيز البكر في الاستديو. تفضل زميلنا عبد العزيز. طبعا رياض، سؤال من الكابتن محمد الجواد، طبعا يقدم له التحيه ويسال لماذا ازال الكم الطويل اللي تعودنا عليه على اللاعب كامل طوال مشواره الرياضي، لماذا ازاله في الفتره الاخيره الكم الطويل اللي كان يلبسه دائما؟ والكابتن نواف والكابتن حسن يقدمون له التحيه الخاصه بالاضافه للكابتن محمد الجواد. تحيه من الكابتن محيص الجمعان والكابتن نواف التمياط، واكيد من ابو عبد الجواد كابتن محمد عبد الجواد. السؤال حصري من الكابتن محمد عبد الجواد، انه اعتدنا على كامل الموسى دائما يلعب بالكم الايسر، الفتره السابقه يعني صرت تلعب بدون الربطه والكم اللي كنت انت بتلبسه، ايش الاسباب؟ اول شيء الله يحييهم يعني، ونتشرف فيهم، ونتمنى انهم يعطونا من ارائهم يعني في مستوياتنا، خاصة أنا يعني أبغى أستفيد من كل النجوم الموجودين. ما هي الفترة الأخيرة كابتن عبد الجواد هذه المباراة يعني مسؤول الملابس نسيها، ومن حسن حظي إنه نسيها، يعني حتى الناس يعني ترتاح من القيل والقال يعني اللي بيجي عليها، وعادي يعني سواء فيها بها ولا من غيرها عادي يعني بالنسبة لي. يعني هي بالنسبة لك مش تغطية شيء، أو هي مسألة يعني ديكور يعني مثلا اللاعب؟ والله سميها زي ما تبغى تسميها، لكن حاجة عادية يعني بالنسبة لي. شكرا لك تواجدك معنا كابتن كامل، يعطيك الف عافية. شكرا حبيبي.